هاي لك اسمعوا لي كيف هاي لك قناه سكاي نيوز العربيه. المغرب أكبر قوة صناعية في إفريقيا بالأرقام. 90 مليار دولار هو حجم القطاع الصناعي المغربي، ويسهم بنسبة 24% في الاقتصاد. 40 مليار دولار هو حجم الصادرات الصناعية المغربية لنحو 180 دولة في 2025. توجد في المغرب 150 منطقة صناعية وأكثر من 12 ألف منشأة، ويعمل فيها مليون مغربي. بالسيارات، المغرب يصنع سنويا 700 ألف سيارة، متفوقا في الإنتاج على إيطاليا وينافس بولندا، وبإيرادات سنوية تتجاوز 16 مليار دولار. بالطيران، يوجد في المغرب 160 مصنع متخصص في تصنيع أجزاء الطائرات ومحركاتها، و150 شركة دولية من بين بوينغ. بدايات ويا مازال ما كملتش الارقام. كل طائرة إيرباص يوجد فيها قطعة مصنوعة في المغرب. وغير هيك عندكم صناعة الفوسفات والنسيج والصناعات الفضائية والطاقة المتجددة وغيرها. النقل النوعية هذه لم تحدث بين ليلة وضحاها. المغرب وعلى مدى 20 عام تبنى استراتيجية واضحة للوصول إلى هذه المكانة. هل كذب رائد؟ هل كذبت انا تقولي لي راك تدلس وتكذب على الناس؟ ماشي انا اللي ندلس ونكذب على الناس. للاسف نتوما ما تعرفوش واش ما عندها حاجه الانترنت العولمه. نتوما دايرين انترنت للمواقع الاباحيه وتخدموا سكراتش باي دي جي 5. فهمتي كيفاش؟ تسمى يعني نتوما اول يوم تتحققوا من المعلومات اللي نمدها لكم انا، تروحي انت دوك عطيك وكان لقيتيها صح تقولي لي شاري. هادو ريافه ماشي مغاربه اللي حاربوا معانا، الريافه الاحرار. مغربي يقول لي خاوه نطيح له بيما. داك شو نوري لها هكذا تقول لي ريفي ماشي مغربي. انت دوك عطيك واش راهم كاتبين؟ مغرب بعد كي تجي تقول لك ريف. خاوتي مزيد تقولوا لي خاوه خطاب هذاك تاع حنا خاوه والمؤمنون اخوه والاسلام والدين ودخلوا لي هذه في هذه وما ناش خاوه اللي كيف خوك مغربي خويا جزائري. كاين ناس تقدر تكون خوك، كاين اغلبيه ماشي خاوتي. فبالتالي طاغى النظام الجزائري اليوم استطاع انه يدير لهم لافاج سيرفو. الناس اللي زايده هنا في فرنسا نتحداك تلقى جزائري هنا زايد في فرنسا يكره المغاربه زعما هكذا على جال اسباب سياسيه، ولا بالك واحد كان يخرج مع مغربيه ولا مزوج مع مغربيه ولا فيس فيرسا ما تفاهموش ولا يكره كاع المغاربه، ولكن لاسباب سياسيه بهاد الناس بهاد المنطق اللي راهم يهضروا به تاع ماكرون كذا. هي ما تقرا الفرنسيه ما تفهم الفرنسيه وتقول لك ماكرون هاي واش قال. مين عرف فيها